بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة من موعدنا مع جزئية جديدة أو إثبات حاجة في الرياضة جديدة في سلسلة توابل رياضية. تمام. فقبل ما تبدأ متنساش تصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. بص، هو كان في حاجة كده شغلة دماغ كتير يعني. كنا بناخد في الرياضة حاجة اسمها المضاريب والتباديل والتوفيق. تمام. فوقك من التباديل والتوفيق دي كنا بنستخدم فيها ايه؟ المضاريب، اللي هو مثلا يقول لك مضروب 3. كنا بنقول بكام؟ كنا بنقول ب3 في 2 في 1. الكلام ده بيساوي كام؟ 6. ثانية واحدة. طب مضروب الأربعة، مضروب الأربعة مثلا، غير اللون. مضروب الأربعة كنا بنقول بيساوي كام؟ بيساوي 4 في 3 في 2 في 1. طب مضروب الاتنين هنقول كام؟ هنقول 2 في 1. تمام. طب مضروب الواحد، 1 في اللي أقل منه مفيش، في 1 مثلا هنقول بكام؟ ب1. ده كله تمام. طب هنقول مضروب الصفر بكام؟ مضروب الصفر بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب تقدر تقول لي ليه بيساوي 1؟ او هو ده اللي كان نفسي اعرفه وانا صغير. تمام. فكنت بسأل المدرس بتاعي بقول له ليه كده، كان بيقول لي كلام انا ما كنتش فاهم اصلا بيقول ايه. فانا جاي اقول لك ليه مضروب الصفر ب1. بص يا باشا، هي ايه المضاريب اصلا؟ هقول لك. هي فيكتور او مضروب يعني. اسموش فيكتور يعني، حاجه زي كده. المهم، احنا قلنا انه مضروب ال3. طلعناه بكام؟ 3 في 2 في 1 اللي هو بيساوي 6. على فكرة ممكن مضروب كده التلاتة كده بالانجلش يعني. تمام. طيب ليه بيساوي 3 في 2 في 1؟ هي المفروض مضروب التلاتة نقول بيساوي ايه؟ بيساوي مضروب الرقم اللي اكبر منه على اللي اكبر منه. مضروب الرقم اللي اكبر منه يعني مضروب الاربعة على كام؟ على الاربعة. فنقول 4 في 3 في 2 في 1، فالأربعة هتروح مع الأربعة، يبقى 3 في 2 في 1 على طول. فمن هنا جبنا النظرية أو جبنا استنتاج إنه مضروب، مثلا هنقول لك مثال تاني، مضروب الاتنين بيساوي مضروب الرقم اللي أكبر مني مضروب التلاتة على الرقم اللي أكبر مني على التلاتة. هتساوي كام؟ هتساوي 3 في 2 في 1 على كام؟ على 3. فالتلاتة راحت مع التلاتة، فاحنا بنقول مضروب الاتنين على طول بيساوي كام؟ 2 في 1. تمام. فنجيب بقى هنا ايه؟ الصفر مضروب الصفر بالنظرية اللي احنا قلنا عليها دلوقتي بيساوي مضروب الرقم اللي أكبر مني، مضروب الرقم اللي أكبر مني اللي هو كام؟ 1 على الرقم اللي أكبر مني اللي هو 1. يبقى مضروب الصفر بيساوي كام؟ بيساوي 1 على 1 اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي 1. ولو جيت تحسب المنطق، يعني ايه مضروب؟ يعني عدد الطرق اللي ممكن ارتب بيها حاجة. يعني مثلا، ثانية بس نمسح الحاجات دي ولا نكتب هنا. يعني مثلا انا معايا كام بطاقة؟ معايا 3 بطاقات كده او 3 ورقات كده. عندي كام طريقة ممكن ارتبهم بيهم؟ عندي كام؟ هو ده اسمه 3 بطاقات. عندي كام طريقة ممكن ارتبهم بيهم؟ مثلا اسمي دي 1 ودي 2 ودي 3. هعد الطرق. اول حاجة ممكن احط 1 في الاول واحط بعدها 2 3، وبعدين ممكن احط الواحد بعدين احط مكانها 3 2. اهي كام طريقة؟ اهي طريقتين. بعدين ممكن ابدأ بالاتنين احط بعدها 1 بعدين احط بعدها 3. ممكن ابدأ بالاتنين احط بعدها 3 وبعدين ما احط بعدها 1. هم 4 طرق. بعدين ممكن ابدأ بالتلاتة احط بعدها 2 1. ممكن ابدأ بالتلاتة احط بعدها كام؟ احط بعديها 1 2. يعني كده عندي كام طريقة؟ عن 6 طرق. يعني مضروب التلاتة، يعني لو معانا 3 حاجات عايز ارتبهم بطريقة، ليها كام طريقة ممكن ارتبهم بيها؟ ليها 6 طرق، اللي هي 3 في 2 ب6. من هنا برضو لو معايا بطاقة واحدة، هي بطاقة واحدة ممكن ارتبها ازاي؟ هي طريقة واحدة احطها مكانها مش هغيرها. تمام. طب لو معايا صفر من البطاقات، ممكن ارتبها بكام طريقة؟ هتقولي مفيش. لا، هقولك
اقول لك مفيش دي طريقة، مفيش بطاقات، انا هرتب مفيش بطاقات، يعني برضو ايه، واحد. فمن هنا استنتج ان مضروب الصفر بكام؟ بواحد. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا معكم باشمهندس فارس عبد الهادي.